لم يحقق المنتخب الجزائري أي فوز في بطولة كأس الأمم الإفريقية منذ فوزه باللقب الثاني عام 2019، كما خرج من دور المجموعات في نسختي 2021 و2023 دون أي فوز. ألقى رياض محرز قائد المنتخب الجزائري لكرة القدم اللوم على وسائل الإعلام الخميس، مؤكداً أن الضغوط السلبية كانت أحد أسباب فشل الفريق في التأهل إلى منافسات كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في كوت ديفوار. واحتل المنتخب الجزائري قاع المجموعة الرابعة في البطولة التي أقيمت في كوت ديفوار، إذ حصل على نقطتين فقط، وجاء خلف أنغولا وبوركينا فاسو وموريتانيا.